عذرا اتأخرنا عليكم في التسجيلات بسبب انشغالنا مع تقديمات سكن لكل المصريين 5، والحمد لله خلصت على خير وهنستأنف معاكم الحلقات. وموعدنا النهاردة مع شرح تفصيلي للمرحلة العاشرة، طرح أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج. يلا بينا نتكلم في كل التفاصيل والخص لكم الحكاية كلها علشان كل حاجة تبقى سهلة وبسيطة قدامك. وننزل بقى نعمل اللايك الجميل للحلقة علشان نبتدي الكلام المفيد مع هاني الخميسي. السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم. وحشتوني والله جدا جدا جدا، وما بحبش انقطع عنكم، ولكن فعلا كان غصب عني علشان امانات الناس اللي كانت عندي، لان بفضل الله عز وجل قدمنا لعدد محترم جدا جدا في سكن لكل المصريين 5. وبالمناسبة بقى قبل ما نبدأ في طرح بيت الوطن، حبينا نقول لكم ان احنا عملنا جروب واتساب خاص لأحبابنا المتواجدين خارج البلاد، هنكون فيه متواصلين مع بعض باستمرار ودعم كامل لمشروعات وطروحات بيت الوطن سواء أراضي أو شقق. فلو حابب تنضم معانا في الجروب ده هنسيب لك اللينك بتاعه في التعليقات تحت الفيديو أو في الوصف، بس الانضمام هيكون للأرقام الأجنبية فقط أو الأرقام اللي هي موجودة خارج مصر، مش هنقدر نقبل أرقام داخل مصر عشان ما يحصلش لبس. فيا ريت يا جماعة اللي معاه واتساب خارج مصر يقدر يبعت ان شاء الله وينضم معانا، وبفضل الله اول ما اعلنا عنه بس في خلال ساعات تخطينا 250 عضو. فيشرفنا انك تكون معانا عشان الجروب بيكون له عدد محدد اللي هو 1025 عضو تقريبا او 1125 عضو، بعد كده بيقفل، فتقدر تشترك معانا في الجروب ده يا صديقي. وموعدنا النهارده مع الطرح الجديد لاراضي بيت الوطن المرحله العاشره. وبذكركم طبعا في البدايه بمبادره انجاز شقه بسعر التكلفه القائمه على طروحات وزاره الاسكان دي، سواء اراضي في الداخل او اراضي في الخارج. بناخد قطعه الارض ونبنيها مع بعض، وبتبقى عماره سكنيه وكل واحد ياخد شقه، وبتبقى جميله جدا جدا وموفره عن سعر السوق بارقام كبيره. وكمان حضرتك بتاخد كل مميزات الشقه زي باكية الجراج وغرفه التخزين وحصه الروف، وجوده التنفيذ عاليه جدا جدا، والفرق انت اولى بيه في كل حاجه. ولو مفيش طرح من وزاره الاسكان بنشتري قطعه من السوق العقاري عادي جدا وبنبني عليها عماره سكنيه. ونفذنا الموضوع في مدينه بدر 2 اتحاد ملاك، وبننفذه في القاهره الجديده وكمان في مدينه العبور. وحاليا في اتحاد جديد بيجمع في القاهره الجديده وباقي فيه سهمين بس. لو حابب تشترك معانا وتاخد شقه بسعر التكلفه في القاهره الجديده تواصل مع رقم فريق العمل من مبادره انجاز بيظهر معاك دلوقتي على الشاشه. وكالعاده بقى هنقسم مع بعض ان شاء الله الحلقه لمجموعه من النقاط، هنتكلم ايه هي بيت الوطن ومواعيد الطرح وكمان الشروط بتاعتها وكمان ازاي تحجز وقطع الاراضي نازله فين وكل التفاصيل اللي شاغله كل الناس. بيت الوطن بقى بكل سهوله هو طرح للمصريين المتواجدين خارج البلاد، يعني اي حد عنده اقامه خارج مصر يقدر يقدم على طرح اراضي بيت الوطن، وحتى لو هو جوه مصر في اجازه عادي جدا يقدر يقدم ما دام عنده اقامه خارج البلاد. وطبعا بيت الوطن بينزل شقق وبينزل اراضي، ولكن حاليا احنا في طرح المرحله العاشره لقطع الاراضي، حاليا مفيش شقق. الطرح هيبتدي من امتى بقى يا صديقي؟ الطرح بدأ بالفعل من يوم الاحد 12/1/2025 اللي هو كان امبارح. فتح ازاي الطرح ده؟ فتح ان حضرتك بعد ما تم تحديث موقع بيت الوطن امبارح تقدر تدخل وتعمل حجز مبدئي على قطعة ارض معينة من المدن اللي نازل فيها قطع الاراضي، وبعد ما تعمل الحجز المبدئي حضرتك ان شاء الله بتحول جدية الحجز من بكرة يوم الثلاث 14/1/2025، يعني التحويلات تبدأ من يوم الثلاث فقط. وفي تنويه على الموقع بيتكلم عن الموضوع ده، اي تحويلات هتكون قبل المواعيد دي هيرحلوها كأنها جت في اليوم الخامس لفتح باب التحويلات. فحضرتك حول من يوم الثلاث علشان تبقى في الامان. فلو حضرتك دخلت وعملت حجز مبدئي ومقتنع انك تدخل في الطرح ده، يبقى حضرتك ان شاء الله ممكن من الساعه 12 بالليل النهارده اللي هي 12 صباحا ليوم 14/1 بتوقيت القاهره تقدر تدخل وتحول من الابلكيشن البنكي لو عندك امكانيه تحويل من الابلكيشن البنكي لاي بنك انت فاتح فيه حساب خارج البلاد. طيب بقى الاراضي دي نازله فين بالظبط ومساحتها ايه واسعارها رايحه لفين؟ الاراضي يا صديقي نازله في 13 مدينه على معظم المدن الجديده، وطبعا اغلبهم كل المدن الناس مهتمه بيها زي القاهره الجديده و15 مايو والشيخ زايد واكتوبر الجديده والعاشر من رمضان و6 اكتوبر نفسها والعبور الجديده ودمياط الجديده.
وكمان مدينة حلايب العاصمة والسادات والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة. هم حوالي 13 مدينة، والموقع تقدر تدخل هتلاقي عليه كل التفاصيل واللوكيشن والمساحات وكل الأسعار، ومفيش أي حاجة مش هتلاقيها على موقع بيت الوطن. اما بخصوص المساحات بقى، المساحات بتبدا تقريبا من 400 متر لحد 1100 متر، متراوحه بقى 400 500 600 700 800 حسب كل قطعه وكل مدينه، لان في مساحات متنوعه. حضرتك بتاخدها ان شاء الله تعالى بنظام التقسيط على 3 سنين بنظام فايده البنك المركزي، او على 5 أو 7 سنين بنظام فوائد شهادات الدولاريه في البنك المركزي. في نظامين للقسط، وممكن تسددها كاش مفيش مشكله. حضرتك لو حبيت ان شاء الله بقى تاخد اجراءات الحجز، هتدخل على موقع بيت الوطن، هتعمل اكونت عليه لو حضرتك مش عامل حساب، والاكونت عادي جدا شويه داتا بتاع حضرتك بتدخلهم، وبيطلب منك صوره الاقامه وصوره البطاقه وصوره الجواز، وبتنشئ حساب مفيش مشكله. وبعدين بتدخل على الخريطه وتختار المدينه اللي حضرتك عايز تقدم عليها، هيظهر معاك كل المواقع جوه المدينه دي، وحضرتك تختار موقع بعينه وتختار قطعه بعينها وتعمل عليها حجز مبدئي. هيظهر معاك بيانات القطعة اللي انت عايز تحجزها بكود الحجز بتاعها بكل شيء اللي انت هتحول عليه بعد كده. طيب هتحول كام بقى والماديات هتمشي ازاي؟ بص يا صديقي، اسعار الاراضي بتتراوح مثلا من 150 الف دولار لحد 250 الف دولار، رايحة وجاية في الاسعار دي. وسعر تثبيت الدولار بيختلف في حاجات بسيطة من مدينة لمدينة، ولكن هو تقريبا حوالي 49.5 سعر تثبيت الدولار. ومعنى تثبيت سعر الدولار يعني حضرتك انت هتشتري بالسعر ده، الدولار طلع الدولار نزل، انت حضرتك متثبت لك السعر ده. وطبعا هو الدولار بيزيد، فكل ما بيزيد الدولار كل ما القيمة اللي هتكون مطلوبة منك عند السداد هتكون قليلة، مش زي مثلا لو هتسدد النهاردة، لان الدولار كل ما بيزيد هي في معادلة تناقصية بتحصل، بيشوف قيمة القسط المستحقة عليك كام وقت الاستحقاق ويضربها في سعر التثبيت ويقسمها لك على سعر صرف الدولار في وقت الاستحقاق، ووقتها بيبقى الدولارات المطلوبه منك بتكون قليله، وده بسبب التثبيت. لان حضرتك مثلا لو هتسدد دلوقتي غير لما تسدد والدولار يكون ب 60 لا قدر الله او ب 70 جنيه مثلا. وعلشان بقى تاخد قطعه ارض من بيت الوطن حضرتك بتسدد 25% من ثمنها. ولنفترض ان حضرتك هتحجز قطعه ارض ب 200 الف دولار، فكده حضرتك عايز تسدد كام؟ 25% اللي هي 50 الف دولار. يبقى حضرتك هتحول لحساب هيئه المجتمعات العمرانيه في البنك المركزي 50 الف دولار اللي هي قيمه 25% من اجمالي ثمن القطعه. مفيش 1000 دولار ولا 3000 دولار ولا الكلام اللي انت ممكن تسمعه مغلوط. خلي بالك عشان ما تحولش اي فلوس وبس وتضيع على نفسك فرصه، وفي نفس الوقت الفلوس بتاخد وقت عقبال ما ترجع، ولسه هنتكلم في الموضوع ده. طيب بعد ما كل الناس دي تحول، بعد ما تكون عملت حجز مبدئي، مين اللي هياخد القطعه دي؟ اللي هياخد القطعه دي اول واحد حوالته هتوصل للبنك المركزي بأسبقية وصول الحوالة. هيرتبوا كل الحوالات اللي جاية من خارج البلاد على القطع المعروضة ترتيب في كشوفات، والأول هو اللي ياخد في الأول، ثم الثاني ثم الثالث ثم هكذا. وحضرتك لو انت بقى حوالتك وصلت قبل واحد تاني على نفس القطعة فهتتحجز لك انت القطعة دي، وهو لو تبقى قطعة تانية ممكن يدخل يختار قطعة تانية مفيش مشكلة. والتحويل بتاع الحوالات مفتوح لمدة 15 يوم، ولكن انا بعتقد ان حضرتك لو عديت اول يوم او تاني يوم كده الموضوع بيكون فيه صعوبة انك ممكن تفوز او تاخد ترتيب كويس في الحوالة بتاعتك عشان تفوز بقطعة ارض. هيجي سؤال مهم هنا جدا، الناس اللي كانت مقدمة في طروحات قبل كده ولسه الفلوس بتاعتها ما رجعتش، هنا بقى عندنا حاجتين. الحاجة الأولى، لو الفلوس القديمة بتاعتك هتكمل 25% من تمن قطعة أرض من الموجودين حاليا. والحالة التانية ان الفلوس بتاعتك مش هتكمل ال 25% من قطعة الارض. خلينا نتكلم هتعمل ايه في الحالتين. لو فلوسك هتكمل ال 25% اللي هي الفلوس مثلا موجودة في طرح التاسعة التكميلية او في طرح وحدات او اي شيء تبع بيت الوطن، حضرتك هتحول 3000 دولار 3000 دولار علشان تعمل بيهم تنشيط للحساب بتاعك، وفي نفس الوقت تاخد بيهم ترتيب أولوية جديد بوصول حوالة ال 3000 دولار، او انك بتبين جديتك انك عايز تدخل في الطرح ده. فعلشان كده لازم تحول 3000 دولار، ده لو الفلوس القديمة بتاعتك اللي موجودة في لجنة بيت الوطن بتكمل 25% من قطعة الارض اللي انت عايز تحجزها.
اما بقى الحالة التانية، لو انت كان ليك فلوس بس مش مكملة 25% من تمن القطعة اللي انت عايز تحجزها، يبقى حضرتك انت هتعمل استكمال لحد ما توصل ل 25% من تمن القطعة. وبكده حضرتك برضو بينت جديتك انك عايز تدخل في طرح المرحلة العاشرة. فدي الحالتين اللي انت ممكن تكمل بيهم فوق الفلوس بتاعتك القديمة، سواء كاملة او ما كانتش كاملة، يا استكمال يا تحول $3000 عشان تدخل في الطرح الجديد. وبخصوص التحويلات في حاجة مهمة جدا محتاج تعرفها، ان حضرتك وارد جدا ان الحوالة بتاعتك توصل متأخر وتكون انت حاجز قطعة ارض سعرها قليل شوية، فبالتالي لما تيجي تحول حاول تحول مبلغ اكبر شوية، علشان لو ما حصلش نصيب في قطعة الارض اللي انت عايزها فممكن تروح لقطعة ارض اكبر شوية. اما بقى قطع الارض دي هي جميلة جدا جدا من ناحية الاستثمار ومن ناحية السكن. طبعا حضرتك بتبني على 50% او 40% من المساحة الاجمالية لقطعة الارض، والاغلب 50%. بعض المدن البسيطة زي مثلا اكتوبر هي بتبقى 40%، ولكن حضرتك اغلب المدن 50%. والمباني بتكون على ارضي وثلاث ادوار، والدور يا اما شقتين يا اما ثلاثة يا اما اربعة، وهقول لك ازاي دلوقتي. وكمان في بعض المدن بتاخد ترخيص ارضي وثلاث ادوار او ارضي وخمس ادوار. ده موجود وده موجود حسب نظام كل مدينة والتخطيط بتاعها. وطبعا انت مش بتبني على المساحة الإجمالية ال50% في كل الأدوار، لا حضرتك انت في الأرض بس بتبقى 50% وبتلتزم بالردود بتاعة المبنى، ولكن في الأدوار المتكررة المساحة بتزيد معاك وبتوصل ل60% في بعض المدن زي القاهرة الجديدة. فالموضوع بقى يا صديقي الموضوع استثماريا كويس جدا جدا. قطع الأراضي مطلوبة في السوق العقاري، مطلوبة جدا، واحنا كمان بننفذ عليها فكرة اتحاد الملاك، فنقدر ناخد منك أي قطعة أرض ان شاء الله، او ندخل مع بعض في اتحاد ملاك وحضرتك تاخد نص عماره او تلت عماره او تلتين عماره، ونجيب ناس تكمل معاك اتحاد ملاك. الموضوع جميل جدا جدا. الحاجه التانيه لو انت عايز تحتفظ بيها لنفسك فهي كويسه جدا جدا كسكن ليك ولبيتك ولعيلتك ان شاء الله. ولو عايز تبنيها وتبيعها كشقق فهي برضو مربحه جدا جدا. وكل الحاجات دي ان شاء الله نقدر نساعدكم فيها ونكون معاكم خطوه بخطوه. ودي كانت ببساطة طرح الأراضي المرحلة العاشرة لبيت الوطن. حبينا نلم ونلخص الموضوع بين إيديكم، وإن شاء الله هنكون معاكم الأيام دي تباعا في كل التفاصيل ونرشح لكم كل المستجدات في الموضوع. وخليك معانا في جروب الواتساب اللي احنا قلنا عليه في بداية الحلقة، علشان إن شاء الله هيكون دعم أول بأول ليك. ولو عندك أي سؤال سيبه إن شاء الله تحت الفيديو هنجاوبك عليه. وتقدر تتابع مبادرة إنجاز على صفحتها بالفيسبوك، وبنعمل فيها شغل جميل جدا جدا، وهتشوف كل حاجة على أرض الواقع وإنت في مكانك. ولو حبيت ان شاء الله تشترك معانا سواء بقطعة ارض او في اتحاد ملاك او في شقة، تقدر تتواصل معانا، ويشرفنا دايما ان احنا نكون مع بعضنا. نقول لكم دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.